انت عارف انك ممكن تقابل كارثه لو بدات تبني وتحفر من غير ما تعمل جسات وتطلع تقليل التربه، لان انواع التربه اللي ممكن تقابلك في الموقع وانت بتحفر كتيره جدا ومختلفه، وليها اشكال كتير جدا، منها التربه الطينيه والطفليه وكمان الرمليه، وممكن كمان تقابل تربه صخريه، وده من اصعب التربه اللي ممكن تحفر فيها، بتبقى مكلفه جدا وبتاخد مجهود كبير جدا وكمان بتاخرك، لان من مكونات التربه الصخريه انك ممكن تلاقي جرانيت او بازلت، ومش بس كده، ده ممكن وانت بتحفر تلاقي اشكال كتير جدا من التربه مختلفه في مكان واحد، وكل ما تنزل مسافه معينه تلاقي شكل ونوع مختلف للتربه بتاعتك، شويه رمل وشويه صخر وشويه طفله، وكمان نزلت على منسوب معين ولقيت مياه جوفيه كمان. كل دي صعوبات لا حصر لها، عشان كده تقليل التربه اللي بعمله بيبين لي الطبقات دي كلها على العمق اللي انا عايز اوصل له واحفر فيه، وبيدوني على شكل قطاع الحفر اللي بنسميه سويل بروفايل، وده بيوفر عليا كتير جدا ان انا ببقى عارف ايه المعده اللي هستخدمها اثناء الحفر، وفي مياه جوفيه على منسوب معين هتقابلني تحت ولا لا، وهبدا اشيلها على بعد قد ايه عشان خاطر ما تبوظش المنشأ بتاعي. كمان التقليل بيديك داتا كامله عن طريقه الحفر والمعدات اللي هستخدمها، وطريقه نسح المياه الجوفيه وكميتها قد ايه، حتى طريقه سند جوانب الحفر هتبقى عامله ازاي، وبيقول لك كمان نسبه الميول اللي انت تحققها وانت بتحفر عشان خاطر ما يحصلش تهيل للتربه وتقع عليك. ولو انت مهتم تعرف عن الموضوع ده بالتفصيل تابع معايا الفيديو الجاي ان شاء الله. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.